بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم من الراية وعلى الهواء مباشرة في برنامجكم الدين والحياة. لا تحزن في جزئه الرابع والأخير هو عنوان هذه الحلقة، وأتى تزامنا مع ما يحصل لإخواننا في غزة. نسأل الله عز وجل أن يفرج كرابهم وأن يعجل نصرهم عاجلا غير آجل. ضيفي وضيفكم ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن شكري حجازي، الداعية الإسلامي المعروف، المشرف العام على شبكة أطياف. تعالوا جميعا نرحب بضيفي الكريم. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بك أخي شباب، وأهلا بالمشاهدين والمشاهدات في كل مكان، وأحيي الإخوة الأشاوس الأبطال الصامدين في غزة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على عدوهم الذي بغى عليهم، وأن يعينهم وأن يؤيدهم. وأنا كذلك أحييهم وأحييكم مشاهدي الكرام ومشاركاتكم ومداخلاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر لكم تباعا على الشاشة. أسعد بمشاركاتكم وأرحب بها من جديد. أهلا بكم يا دكتور. وبداية رسالة لإخواننا في غزة، ورسالة لكل من أصابه هم أو حروب أو أخرج من دياره أو حاولوا يخرجونهم من ديارهم. يا دكتور رسالة. نعم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا شك ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى، فلا يحدث في هذا الكون من أمر إلا ولله فيه الحكمة البالغة، ولله فيه الحجة البالغة سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى عندما يبتلي عباده بالنكبات وبحوادث الزمان وبنوائب الدهر، لا شك سبحانه لا يريد بالمؤمنين إلا خيرا. المؤمن أمره كله خير. نعم، الإنسان في هذه النكبات حقيقة أول ما يستفيد منها تكفير والدرجات، ثانيا يستفيد منها أيضا محاسبة نفسه ومراجعتها، وكذلك تكون درسا للأمة الإسلامية أن تراجع نفسها وأن تعيد حساباتها وأن تعيد ترتيب سلم أولوياتها. فالآن المسلمون الآن أغلبهم له أولويات في الحياة. منه مثلا أغلب الناس يفكر الآن في معيشته، في وظيفته، في زواجه، في تأمين